السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كيف نتوما؟ لاباس عليكم؟ بخير وعلى خير، نتمنى تكونوا بألف خير وصحة جيدة. وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو هذا واللي اول مرة كيتفرج الفيديو ديالي وكيعجبو نتمنى يتشارك معايا في القناة، واللي متشارك كيفعل الجرس باش يوصلوا كل جديد. وما تنساوش معكم لايك، ونبداو الفيديو ديالنا كما العادة بالصلاة على نبينا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين. اليوم الاخوات اول حاجه غادي نبداها معكم هو العجين. غادي نحيدو عليا عندي هنايا الدقيق الفرص والدقيق الفينو. غادي نعمل ما عملتوش بالزراع، عملت غير الدقيق الفرص والدقيق الفينو. غادي اول حاجه كنسبق بها انا هو العجينه. غادي نعجن الخبز وغادي نخليه يخمر. ديك الساعات عاد كنجوز شي حاجه اخرين. المهم الاخوات من بعد ما خمر لي الخبز قرصتو في السميده البيضاء. عملت عندي هنايا عملت 3 هنا و4 اخرين عاود في صينيه اخرى. صافي الاخوات غادي نخليه يخمر ومن بعد ديك الساعه نطيبو. ودابا الاخوات غادي نوجد معكم هنايا واحد طاجين بالحوت والبسباس. عندي هنايا البسباس من بعد ما نقيته وعملته في الماء والخل باش يتحيد من يترقد شويه في ديك الماء والخل باش يتحيد من الا كان فيه شي تراب. مقطع بهذا الشكل هذا ودوائر، هانتوما كيف غتشوفوه قطعته بهذا الشكل هذا دوائر. وعندي هنايا 2 حوتات، وانتم تقدروا تعملوه حتى مع الدجاج كيجي مزيون، وكيجي حتى بوحدو كيجي مشى بالشرموله بوحدو كيجي عاود مزيون. عندي هنايا 2 حوتات، وعندي هنايا القزبر فقط. وعندي هنايا واحد الليمون، واحد طريف د الليمون مخلع مقطع، والثومه، وهذاك الشبت الاخوات هذاك اللي كيكون في البسباس اسمه الشبت. هذاك هو اللي غادي حتى هو مع غادي نستعملو في الطاجين. عندي واحد مطيشه محكوكه، وعندي هنا التحميره الابزار والكيمون والزيت والملح بطبيعه الحال. صافي الاخوات اول حاجه غادي نبداها دابا، غادي نكب ديك القزبر والثومه وديك طريف د الليمون مخلع اللي قطعته طريفات صغارين. غادي نكب كلشي في هذا التبصيل هذا، وغادي نزيد عليه العطريه. غادي نعمل هنايا واحد معلقه صغيره عامره د التحميره، وغادي نزيد واحد معلقه تكون عامره د التحميره. وبالنسبه للابزار عندي هنايا غير نص معلقه د الابزار ونص معلقه د الكيمون. صافي ما غنعملش سكينجبير والخرقوم، غير الابزار والكيمون والتحميره فقط. هنايا الاخوات غادي نزيد هنايا واحد شويه زيت الزيتون. انا استعملت في هاد الطاجين، ما عملتش الا عندكم نتوما تستعملوا زيت اخرى استعملوها، انا استعملت غير زيت الزيتون هنايا. صافي غادي نخلط هاد الشرموله هذه، وغادي نعمل شويه للحوت. هانتوما الاخوات القياس اللي بغيتو نتوما في الحوت. انا ولادي ما كيبغيوش ياكلوه، كيجيهم فيهم كيعجبهمش هادو فيك يقولوا لي فيه الشوك وكيبغيوش ياكلوه. لي عملت هنايا غير 2 حوتات، وانتم تقدروا تعملوا القياس اللي على حسب افراد الاسره ديالكم. صافي كنشرمل هاد الحوتات الاخوات، كنشرملهم كندخل فيهم ديك الشرموله مزيان، وغادي نخليهم جانبا. هانتوما كيف كتشوفوا من بعد ما شرملتهم صافي. دابا غادي نبدا. نسيت الملح ودابا عاد كنزيد شويه د الملح ما تكثروش حيت فيه الليمون مخلع الحامض مصير. غير شويه د الملح وصافي، غير ما تكثروش باش ما يجيش الطاجين مالح. صافي الاخوات زدت لهم واحد شويه د الملح كنت نسيتها في الاول. ودابا غادي نعمل الطاجين ديالي فوق البوطه. من بعد ما سخن الطاجين كنكب فيه ديك واحد مطيشه تكون كبيره محكوكه، مطيشه محكوكه كنعملها في ديك القاع الطاجين في هذا الشكل هذا. وديك الساعاتك عندي هنايا ديك البسباس غنزيد عليه الشرموله اللي بقات، وغادي نخلطها مزيان في ديك البسباس في هذا الشكل هذا. غادي نخلطها وغادي نبدا نستفى في الطاجين. صافي كندخل البسباس كندخل فيه ديك الشرموله، وغادي نبدا نستف البسباس في وسط الطاجين. كيجي واحد الطاجين رائع الاخوات، غير جربوه كيجي رائع. انا قلت لكم مع الحوت كيجي لذيذ مع الدجاج. المهم الاخوات من بعد ما استفت ديك البسباس فوق ديك المطيشه كنهز ديك حوتات وكنعملهم فوق ديك البسباس بهذا الشكل هذا. وكنزيد ديك الشرموله اللي بقات لي تما في ديك في كان عندي ديك الحوت. صافي كنبقى نكرطها هيدا وكنزيدها فوق ديك الحوت من الفوق. صافي وكنجيب واحد فلفله حاره كنزيدها حتى هي من الفوق، وكنجيب واحد 2 نصوصه نصوصه صغار مش الليمون مقطع دوائر، 2 دوائر من الليمون قطعته دوائر. كنعملو كل حوته فوق منا
واحد الدائره د الليمونه صافي. وكنجيب الاخوات ديك الشبت اللي قلت لكم اللي كيجي في فوق ديك البسباس اللي كيكون لاصق بالبسباس، كنقطعوا طريفات من فوق الطاجين بهذا الشكل هذا. هيدا طريفات من فوق هذا الطاجين صافي الاخوات. ودابا كنمرق الطاجين، ما كنعملش الماء بزاف، غير نص كاس صغير د الماء وعملته في ديك الطبسيل، غير قوست على ديك الشرموله باش نكبها في الطاجين صافي الاخوات. وكنخلي الطاجين ديالي يطيب. من بعد ما يطيب الاخوات ونتلاقاو مع الطاجين. هنايا زدت له واحد شويه خويه زيت الزيتون صافي، نخليه يطيب ونتلاقاو ملي يطيب الطاجين صافي الاخوات. الخبز ديالي راه طيبته، ها هو طيبته غير في الدار، طيبته غير في فرن الدار صافي الاخوات. هانتوما كيف كيجي رائع، وكيجي مفشفش من الداخل. انا عجنته غير بالفرص كما قلت لكم والفينو. هانتوما نفتح لكم وحده باش تشوفوا كيف جا من الداخل، كيجي رائع وكيجي رطب. الفرن ضد الضو، زعما حتى الفرن ضد الضو كيخرج الخبز مزيون، زعما ماشي ما كيخرجوش مزيون. هانتوما كيف كتشوفوا طيبته في الفرن ضد الضو، هانتوما كيف كتشوفوا كيجي رطيب وكيجي مفشفش من الداخل صافي الاخوات. وهذا هو الطاجين ديالي من بعد ما طاب. طاجين البسباس كيجي رائع وكيجي بنين، وخليته بقات مريقه مجمره، ما كنخليش انا الطواجن فيهم المرق، وكيجي بنين وريحته طالعه كتشهي. غير جربوه الاخوات. دابا البسباس هذا وقته، ورافقته هنايا مع شويه الشلاضه اللي فيها مطيشه والخاص وبصيله. وكان هذا هو الغدا ديالنا، اللهم اديمها نعمه واحفظها من الزوال صافي الاخوات. غادي خرجت هنا واحد الخريجه ورجعت معطله، وجمعت ما بين عملت العشاء ومنو ميريندا، منو كاسكروط، منو العشاء دقه واحده. عندي هنايا الباريره الاخوات كنطيبوا، عندي الحريره. هاد الحريره الاخوات اللي قامت الحريره كنت طيبتها قبل ما نخرج، طيبت لي قامت الحريره. وملي رجعت انا كما قلت لكم رجعت معطله، دابا غير دورت الحريره وصافر. وخلطت الباغرير، ما شاركتش معاكم مع معطله، ما شاركتوش معاكم، خلطته دغيا باش خليته واحد 5 دقائق وبديت كنطيب فيه. هانتوما كيف كتشوفوا كيجي رائع وكيجي غزال. هانتوما كتشوفوا مره اخرى ان شاء الله ملي غنطيب باغرير وغادي نشارك معكم الطريقه ديالي الباغرير كيف كنعملها انا، كل واحد وطريقته. هانتوما كيف كتشوفوا كيجي زعما رائع وكيجي مزيون صافي الاخوات. وكنستمر بهذه الطريقه هذه، كنسالي ديك الباغرير في التطياب، وكندور هاد الحليله طيب لي ديك الشعريه وديك الدقيق اللي عملتها. والاخوات هذا هو العشاء ديالنا، منو عشاء، منو كاسكروط، حريره والباغرير. هانتوما كيف كتشوفوا زربت دغيا ما شاركتش معكم ديك طريقه الباغرير وهذه حتى مره اخرى. قلت لكم تعطلت، ومنو عشاء ومنو كاسكروط. الباغرير كما كتشوفوا هذا هو الباغرير اللي عملت، وكان هذا هو عشانا، اللهم اديمها نعمه واحفظها من الزوال. وكان هذا هو الفيديو ديالي د هذا النهار. نتمنى الاعجاب ديالكم وما تبخلوش عليا باللايكات، ونتمنى نكون فدتكم ولو بالقليل. وما بقى لي غير نقول لكم دمتم في رعايه الله وحفظه، والى اللقاء في الفيديو اللي ماجي ان شاء الله. مع السلامه، خليتكم على خير.